لا يا حماتي، انت عارفة كويس قوي اخرة اللي بتعمليه ده، اخرته خراب البيت، وده ما يصحش، وانت عارفة ده كويس. ودي فلوس جوزي وانا وعياله اولى بيها، وانا عارفة ازاي هوقفك عند حدك واعرفك اخرة اللي انت بتعمليه ده اخرته ما ينفعش. عشان كده انت عاوزة تخربي بيتي وتوقفي حال جوزي. انا عارفة كويس غرضك يا حماتي من الاول، وانا هوقفك عند حدك كويس. فجأة وقعت حماتي على الأرض وأغمى عليها. قال يعني ايه أغمى عليها بجد؟ دخل جوزي لقى أمه مرمية على الأرض. قال لي ايه ده؟ أمي مالها مرمية على الأرض كده ليه؟ انت عملت فيها ايه؟ انطقي، عملت في أمي ايه؟ من 3 سنين اتجوزت وقلت خديهم فقراء يغنهم الله، رغم ان كنت عارفة انه هو عايش في بيت عيلة مع امه واخواته المتجوزين. وقلت مش مهم، انا عارفة المشاكل اللي بتحصل بين الحما ومرات الابن وبين السلايف وبعضيها. قلت لا، انا حياتي هتبقى غير الكل، واحاول اخلي حياتي احسن من اي حد. لكن محدش عارف الدنيا كانت مخبيالي ايه. بعد ال3 سنين اتجوزت، وبعد اول سنة خلفت بنتين توأم، وكانوا حلوين ومالين عليا البيت وحبيتهم قوي. اي نعم، الحمل كان تقيل عليا شوية عشان هما بنتين توأم، وكانت فترة الحمل صعبة عليا جدا. بس في الاخر حمدت ربنا، قلت الحمد لله ان عديت على خير وولدت ولادي بخير. حماتي كانت ولية صعبة قوي ومفترية، وكانت معاملتها شديدة قوي معايا. كانت دايما بتخلق لي المشاكل من تحت الارض ومن غير ما اعمل لها اي حاجة، وكانت دايما مضطهداني، وكانت على طول بتوز جوزها عليا. ولو ما سمحش كلامها تهدده وتقوله ده انا هفضحك وهقول عليك انك براوي وماشي ورا مراتك ومشيك ورا كلمتها زي الدلدول وعاسي امك وما بتسمعش كلام امك. فكانت يا عيني امي بتهديني وتقولي معلش استحملي، طالما جوزك راجل محترم وبيخاف عليك وبيحبك وشايلك على راسه، معلش اهي ولية كبيرة واستحمليها واعتبريها زي امك. وكنت بسمع كلام امي وبهدى وبهدى حالي شوية، وما كنتش برضه ازعل جوزي عشان كنت عارفة ان هو بيحبني وبيخاف على زعلي وما برضاش يزعلني من واحنا مخطوبين. رغم ان حماتي ديت كان ليها بنتي برضو متجوزة جنبها، وكانت لما بتيجي كانت بتقعد وما بتشيلش كوباية الشاي من مكانها، وعاوزة اللي تجيب لها الأكل والشرب لحد عندها وهي قاعدة. وإن حد قال لها قومي اعملي حاجة، حماتي بتفتح الدنيا وتقول انت عاوزين بنت تخدمكم؟ هي جاية عند امها تريح يومين عاوزينها تشتغل لكم انتوا وعيالكم؟ وكان ده الموضوع لو انا نزلت او حد من سلايفي نزل. وكان جوزي كل ما اشتكيله يقولي معلش استحملي، ست كبيرة هعمل لها ايه؟ وبرضو انا مش عارف اعمل معاها ايه ومش عاوز ازعلها. وكنت بعدي الكلمتين وبرضه بكلمتين جوزي واقول معلش اهي برضو امه هيعمل لها ايه. وكنا بنعدي الموضوع سوا عشان ما ننكدش على نفسنا وحياتنا ايه تبقى كويسة. لحد ما في يوم كنت في السوق بجيب طلبات البيت وراجعة وسايبة بناتي الاتنين مع حماتي، وطبعا عيالي الصغيرين أطفال لسه وعاوزين رعاية وعاوزين اهتمام وعاوزين اللي يشوف طلباتهم على طول، لأنهم بنتين لسه ويدوب لسه ما كملوش سنة ونص. ورحت السوق وسبت بناتي الاتنين، قلت مع حماتي هتخلي بالهم منهم اهم برضو عيال ايه، عيال ابنها حتى لو هي ما بتحبنيش. رحت السوق وجبت الطلبات وغبت في السوق ده يجي ساعتين 3، ورجعت من السوق الاقي بناتي الاتنين مفحومين من كتر العياط وجعانين، ومن كتر العياط وشهم محمر وعينهم محمرة ومتبهدلين ومرميين على الارض. بقول للحماتي، دخلت عليها لقيتها شايلة ابن بنتها. بقول لها ينفع كده يا حماتي؟ بناتي سايباهم امانة معاك لحد ما اروح اجيبلك طلباتك واجي من السوق، اجي الاقي بناتي الاتنين كده متبهدلين ومن كتر العياط مبهدلين نفسهم ومفحومين من العياط. قالت لي اهم عندك اهم، اديكي جيتي شوفي عيالك شيليهم بقى وسكتيهم اصل هم صدعون. قلت لها يصدعوكي ايه يا حماتي؟ دول بنتين وما كملوش لسه يا دوب سنة ونص،
وانت سايباهم وشايلة ابن بنتك اللي عنده 5 سنين وقاعدة عمالة تأكليه الحلويات وتزغطيه؟ مهنش عليك حتى تدي بناتك، بنات ابنك، اي حاجة ان شاء الله حتى مصاصة تسكتيهم بيها؟ قالتلي بقولك ايه، لمي نفسك وخدي بعضك انت وعيالك من سكات واطلعي شقتك نيميهم وانزليلي تاني عشان تعملي الغدا، علشان ايه، وتشوفي اللي وراكي. خدت بعضي من سكات وخدت بناتي الاتنين وطلعت شقتي، وقلت لا كده مش هينفع، لما يجي جوزي انا هحكيله اللي حصل وهشوف الكلام ده هيرضيه ولا مش هيرضيه. يا اما كده هاخد بناتي الاتنين واروح عند ابويا وشوف هو هيجيب لي حق منهم ازاي، وهحلف ما عدت نازله تاني تحت ولا عدت شغاله عندها ولا عامله لها حاجه، وانا مش خدامه عندها، ليها هي وبناتها، انزل اخدمها وفي الاخر برضو مش عاجب. وخدت نفسي وطلعت. ولما رجع جوزي لقيت المفاجأة ان هي حكياله تحت كل حاجة، وقال ايه مغلطاني، وقعدت تعيط وتقوله يا تجيب لي حقي منها يا اما لا انت ابني ولا اعرفك. سمع منها جوز الكلمتين وطلع لي على فوق، ولسه بفتح بقه وبقوله يرضيك اللي حصل، قال لي من غير ما تتكلمي انا حكيت لي كل حاجه، وقعدت تعيط وقالت لي يا تجيب لي حقي يا اما لا انت ابني ولا اعرفك. انا عارف، انا عرفت منها كل حاجه، بس عارف ان انت ما يطلعش منك العيبه، وما صدقتش ولا كل اي كلمة من اللي اتقالك. انا عايزك تراضيها بكلمتين وخلاص، وما ترديش عليها ولا عدت ايه تاخدي وتدي معاها في الكلام. وراح بايس راسي وقال لي حقك عليا انا، معلش استحمليها واعتبريها ست كبيرة او زي امك، خلي ايه الايام دي تعدي، بس المهم انا عاوز منك ان احنا انا وانتي قدامهم تحت نعمل اننا متخانقين وما بنتكلمش مع بعض، لان الحاجة دي هتبسطهم قوي. لكن لو شافونا كويسين هتقولي ايه، هو ده حقي اللي جبتهولي، مش هترتاح غير لما يحصل بينا مشكلة. احنا لما ننزل اعملي نفسك متضايقة وما تتكلميش معايا خالص، وتجنبيها هي خالص، ولو كلمتك رد على كلمة على قد السؤال وخلاص، واعملي شغلتك معاها وسيبيها وخدي عيالك واطلعي فوق. كل ده اللي اقدر اعملهولك دلوقتي لحد ما اتصرف وشوف هعمل ايه في الموضوع اللي ما بيخلص ده. يا اما كده يا نروح نشوف لنا شقة ايجار برا نقعد فيها ونريح نفسنا. قلت له فعلا عندك حق، انا هحاول تاني وهنزل علشان خاطرك، وهتجنبها خالص وهحاول ارضيها باي كلام علشان خاطرك وخاطر ما تزعلش. وانا عارفة ان ده بينكد عليك كل يوم وانت راجع من الشغل، انا عارفة ان شغل الستات والحموات ومرات الابن مش هيخلص، بس هعمل ايه، انا على قد ما اقدر بحاول ارضيها، وانت عارف ان انا معايا بناتي الصغيرين وعاوزين رعاية واهتمام، وانا خلاص ما عدتش قادرة، بس عشانك هعمل كل اللي انت عاوزه. قلت له بس انا ليا عندك طلب. قال لي اموريني. قلت له انا عاوزه اروح اقعد عند امي يومين اريح اعصابي، وما تخافش مش هحكي اي حاجه خالص، بس انا عاوزه اريح اعصابي واروح اقعد ببناتي عند امي، من ناحيه اهدي اعصابي ومن ناحيه ارتاح شويه من شغل البيت واخلي بالي من ولادي. قال لي ماشي، انا هوديكي اقعدي عند مامتك يومين وترجعي على بيتك على طول تتصلي بيا وانا هاجي اخدك وهبقى اطمن عليكي انت والبنات من التليفون، وبعد يومين بالظبط رن عليا وانا هاجي اخدك. قلت له خلاص ماشي. وجه الليل ونمت وانا معيطة وحزينة على اللي بيحصل معايا وعلى حياتي اللي مش عارفة اعيشها بسبب حماتي وبناتها. وتاني يوم الصبح قمت بدري، لبست ولبست بناتي وخدت نفسي ومشيت عند امي، وهناك قعدت بدل اليوم قعدت اسبوع. وهناك كان كل يوم جوزي بعد الشغل يجي يتغدى معايا انا والبنات ويطمن علينا ويمشي، وقال لي انا عارف ان انت وحشاني انت والبنات، لكن طالما انت قاعدة هنا مبسوطة خليكي براحتك لحد ما ترتاحي وعصبك ترتاح ونبقى نرجع البيت. قلت له ماشي. وفي يوم رجع اخويا من الشغل وقال لي انا عاوزك في كلمتين. قلت له حاضر. خدني ودخل الاوضه وقال لي انا عاوزك في موضوع مهم. قلت له خير. قال لي انا دلوقتي عرفت خبر هيقلب الدنيا. قلت له خير، خبر ايه؟
قال لي المحامي اللي انا بشتغل معاه كانت حماتك عنده وبتعمله توكيل وموكلاه لانها هتورث ورث كبير اوي. قلت له ايه ده؟ حماتي هتورث ورث؟ وهتورث مين ان شاء الله؟ ده حماتي بتكمل عشاها نوم، وانت عارف العيشة اللي احنا عايشينها على قد الحال، هتكون هتورث مين يعني؟ قال لي كان ليها اخ مسافر بلاد برا من زمان خالص، وايه محدش يعرف عنه حاجة من ساعة ما سافر، غير ان هو اتجوز كذا مرة وما حصلوش نصيب من الخلفة وما خلفش خالص، ومراته توفت وهو كبر لوحده ايه وما اتجوزش تاني. وايه لما لقى نفسه تعب وكده راح المستشفى، والدكاترة قالوله ان حياتك بين ان انت خلاص بين الحياة والموت. وكان عامل ثورة كبيرة قوي ومش عارف يكتبها باسم مين، فعشان هو في الغربة كتب كل أملاكه ووصى إن أخته دي تورثها. فحماتك عرفت وأخوها ده مات، والثروة كلها بقت بتاعت حماتك وملايين مش مليون ولا 2. قلتله ايه حماتي هتورث ده كله بعد ما كانت بتكمل عشاها نوم؟ لا انا كده لازم ارجع البيت واقعد في البيت اهو، انا ياما عشت واتمرمطت معاهم وكنا بنكمل عشانا نوم، وبقول الحمد لله اهي عيشة والسلام وبكرة ربنا يفرجها. لازم ارجع بقى ايه جنب جوزي اهو، على الاقل نبنة من الحب جانب والعيشة ترتاح شوية. وفعلا بعد ما اتأكدت ان حماتي خلاص هتورث ورث كبير روحت بيتي وقعدت يوم و2، وجوزي مفتحش معايا الموضوع خالص ولا كأنه عارف حاجة. وبصراحة انا شكيت انه هو عارف حاجة عن الموضوع اصلا، لانه مش من عادته انه بيخبي عليا حاجة. وحماتي ولا كان باين عليها اي حاجة انها تورث ولا اي حاجة، ولا مبينة الموضوع. وكنت بنزل كل يوم اعمل اللي عليا واطلع شقتي وبقول ايه بكرة الايام تتعدل. وهي حماتي كانت بتتلذذ كل يوم وهي مبرمطاني في الشغل وفي اكل البيت وترويق البيت، وكانت لما اعمل حاجة تتلكك عليها برضو، وكنت بسكت وبعدي الموضوع وما برضاش اشتكي لجوزي. قلت بكرة ربنا يهديها. وفي يوم وبنتها رجعت ودخلوا الأوضة سوا وقعدوا يتكلموا بصوت واطي، وغصب عني رميت ودني وسمحت حماتي وهي بتقول لبنتها مستحيل مرات اخوك دي تشم ريحة الفلوس حتى، ولا تدوقها ولا تلمس قرش منها ولا تتمتع بيها. حماتي قالت لها ده انا لو هوزعها على الناس في الشارع مش هيشوفوا منها جنيه، انتي اولى بيها، انتي بنتي وانتي اللي هتاخدي الفلوس دي كلها. من صراحة من الصدمة قعدت أعيط وأخدت بعض وطلعت شقتي من الكلام اللي حماتي وبنتها قالوه عليا، لأني مستاهلش الظلم ده كله منها. وقررت إن أحكي لجوزي على كل حاجة وأشوفه عارف ولا مش عارف الموضوع الورث ده. خدت بناتي وطلعت واستنيت جوزي لحد ما جه من الشغل، وقلت له انا عاوزة اتكلم معاك في موضوع. قال لي خير؟ مشاكل تاني بتاعت الحريم ده؟ انا خلاص تعبت. قلت له لا لا، انت عارف انا من ساعة ما رجعت ووعدتك مش هتكلم في اي حاجة تاني وهحاول ارضيها وخلاص. قال له امال خير في ايه اللي حصل تاني؟ قلت له حصل كذا 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 من مامتك، وسمعتها هي واختك بيتكلموا وبيقولوا عليا كذا كذا. ضحك جوزي وقال لي ورث؟ وخال؟ خال مين؟ انا اصلا ما عنديش خوال، ورث ايه اللي امها تورث؟ قلت له لا بس انا متأكدة من الكلام اللي بقوله لك ده، واخويا كمان متأكد من الكلام ده، وهو شغال عند المحامي وشافها وسمع كل الكلام اللي بقولك عليه ده. استغرب جوزي جدا وقال لي ازاي؟ خالي منين؟ وازاي امها تورث الفلوس دي كلها؟ وازاي انا معرفش حاجة لحد دلوقتي ولا حد قال لي حاجة؟ سكت وقلت له ماشي انا هثبت لك ان كلامي كله صح. وتاني يوم نزلت عشان اثبت لجوزي كل اللي انا قلته له، لكن حصلت مفاجأة غريبة. نزلت لقيت حماتي مغيرة كل عفش الشقة ومجددة شقتها بكل العفش والفرش اللي فيه. استغربت وقلت ازاي؟ امتى ده؟ وحصل امتى وازاي؟ وكده اتأكدت وقلت دي النتيجة اللي هثبت بيها لجوزي ان امه ورثت بصحيح.
وفجأة لقيت حماتي بتقولي ان بنتها وجوزها جايين يقعدوا معاها النهاردة. وقفت مهزولة ولقيت حماتي بتقولي استغنينا خلاص عن خدماتك يا حبيبتي، اطلعي بقى شقتك انت وبناتك وكفي بيتك وجوزك وعيالك، خلاص مش عاوزين منك حاجة. انا جبت واحدة تطبخلي وتعملي الاكل عشان خاطر بنتي وجوزها جايين. اتذهلت من الكلام وشفت الست وهي واقفة في المطبخ وبتعمل الاكل، قلت اطلع على شقتي احسن بدل ما ارتكب جريمة في اليوم ده. وفعلا خدت بناتي وطلعت على الشقة على طول من غير ولا كلمة وانا في حالة من الذهول. وقعدت افكر في شقتي واقول لما جوزي يرجع هقوله ايه واحكيله ايه، ويا ترى هي هتقوله ولا مش هتقوله. رجعت واستنيت جوزي لحد ما يرجع لنص الليل من الشغل، واول ما دخل لسه هقوله شفت اللي حصل، لقيته هو بيقولي شفت اللي حصل، مش لو انا كنت بشتغل شغلانة كويسة وفلوسي دخلي مرتبها كبير كان زمان انا اللي عملت كده لامي وجددت الشقة بتاعتها. مش المفروض كنت انا اللي اعمل كده؟ لكن انا اجيب منين؟ انا شغلانتي على قد حالي ويا دوب مكفي البيت فوق وتحت. قلتله ايه انت بتقول ايه؟ قال لي ايوه شفت جوز اختي عمل ايه لامي. قلت جوز اختك ازاي؟ هو انت فاكر ان جوز اختك هو اللي جدد الشقه لامك والعفش وعمل ده كله؟ قال لي ايوه انا لسه طالع من تحت وهم قالوا لي ان جوز اختي اللي عمل كده وجدد العفش كله لامي وجاب لها الفرش ده كله. قلت له انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ بيضحكوا عليك ازاي؟ وجوز اختك ازاي؟ انت فاكر ان هو كان بيجيلها اساسا زيارات وايده فاضيه؟ عمره ما دخل عليها بكيس فك، هيقوم مرة واحدة يجدد لها العفش والفرش والشقة كلها؟ قال ومنين يا حسرة؟ من شغلانته اللي بيشتغلها. قال لي ايوه هو من كام شهر كان داخل مشروع وكسب منه فلوس كتير قوي ووعد اختي ان هو يعمل لها اللي هي عاوزاه، وهي قالت له انها عاوزة تجدد شقة امي. وقفت مسهولة ومش عارفة اقول له ايه. قلت له هو ده الكلام اللي ضحكوا عليك بيه وفهمهولك؟ قال لي ايوه امال انت فاكرة ايه يعني؟ لقيت نفسي بقوله فوق يا حبيبي، هو انت كل ده مش فاهم؟ اكيد هما بيعملوا عليك تمثيلية، دي كلها تمثيلية عليك ولا يكونش هما مشربينك حاجة. فوق يا حبيبي، امك ورثت من خالك ملايين بس هي عملت عليك تمثيلية هي واختك وجوزها عشان امك عاوزة تدي الورث لاختك وجوزها كله، مستخسرة فيا انا وانت وبناتك وحالفة ما هتدوقنا لقمة هنية منه ولا تديك قرش واحد فيه، وامك عمالة تبعزق في الفلوس يمين وشمال وبتدي الغريب. ونسيت ايام انت ما كنت بتصرف عليها نص مرتبك عشان خاطر ترضيها واحنا كنا بنكمل عشان نوم وبنقول يلا الحمد لله. دلوقتي بعد ما بقت معاها ملايين ومتنغنغة في الهنا والعز استخسرته فيك وفي بناتك وراحت هتدي لاخت جوزها جوز اختك كله هي وبنتها وعيالها اللي هيتنغنغوا فيه وبتدي الناس الغريبة وانت لا. فوق يا حبيبي فوق وشوف مصلحتك، وبكرة هتعرف ان ده كلامي صح وهثبت لك ان امك ورثت ملايين من خالك اللي انت كمان مش عارفه ده، بس هم عليك عاملين تمثيلية وتمثيلية كبيرة، بس انا هكشفها لك يا حبيبي. فضل يبصلي وهو مستغربني، يبصلي من فوق لتحت وفاكرني ان انا اتجننت ولا بخرف. لحد في يوم ما هو راجع من الشغل امه ندهت عليه وحصل اللي كنت خايفة منه وقالت له انا كنت عاوزاك في كلمتين، وخدته ودخلت جوه وقفلت الباب. وانا بصراحة ما استحملتش اعدي الموقف ده من غير ما اعرف واسمع هما بيقولوا ايه، والفضول خدني ونزلت لحد الباب تحت وحطيت وداني على الباب قلت لازم أنا اسمعها وهي بتقول له ايه. ما انا قلبي من جوه وكلني وحاسه ان هي هتعمل لي نصيبه او تقول لجوزي حاجه. فسمعتها وهي بتقول له اسمع يا ابني انا عاوزاك تتجوز واحده. قال لها الله ما انا متجوز يما وعندي عيال الحمد لله وبحمد ربنا على عيالي ومراته. قالت لي ما انا عارفه انا عاوزاك تتجوز واحده تانية، واحده حلوه كده وجميله غير العقربه اللي فوق دي اللي من يوم ما دخلت علينا وادمها فقر ويا ما نصحتك وقلتلك بلاش منها يا ابني، ده اهلها ما صدقوا يجوزوها ويخلصوا منها وانت يا ما قلتلك وانت تقولي
لا يما، هي عجباني وانا عاوزها، وهي دي اللي هتستحملني في وقت الزنقة وفي وقت الشدة. اكيد لو يوم حصل لي حاجة هتستحمل معايا وهتعيش معايا على الحلوة والمر. وخدتها وما سمحتش كلامي. لكن انا دلوقتي بقولك تتجوز واحدة تانية غير العقربة اللي فوق دي. وبعدين يما، مراتي عمرها ما قصرت معايا ولا معاكي ولا مع عيالها، وبتعمل كل اللي انتي بتطلبيه منها. مش ده اخرتها اروح اتجوز عليها؟ وبعدين حتى لو سمعت كلامك ورحت اتجوز، اجيب مصاريف تانية منين اصلا؟ انا يا دوب مكفي نفسي وبيتي وعيالي بالعافية. وبحمد ربنا على مراتي، بنت اصيلة وطيبة ومحترمة وشايلاني على راسها من فوق، وعمرها ما زعلتني. وبناتي كمان محتاجين له ومحتاجين لها. مستحيل اعمل كده وتكون دي اخرتها يما اروح اتجوز عليها. قالت له كان على الفلوس ما تحملش هم. قال لها يعني ايه يما؟ يعني الكلام اللي انا بسمعه ده حقيقي؟ يعني الفلوس انت صعب تصرفي منها دي؟ والشقة دي منين يما؟ انت فعلا ورثتي زي ما بيقولوا؟ قالت له رزق وجالي من عند ربنا، وانا عمري ما هرضى عليك ولا اعمل لك اللي انت عاوزه طول ما انت متجوز بوز الاخس اللي فوق ده. اسمع كلامي واتجوز اللي انا هختارها لك، وانا هنغنغك انت وهي في الفلوس، ومش هتشبع ومش هتخليك محتاج اي حاجة بعد كده، وكل مشاكلك هحلها لك، وكمان هفتح لك مشروع تصرف منه. بس طول بوز الاخس والعقربة اللي فوق دي ما هي موجودة معاك، انسى ان انت تطول مني اي حاجة. لا ازاي يما الكلام ده؟ وازاي ما قلتليش قبل كده على الموضوع ده وسايباني كده مش عارف حاجة؟ وقال لها خلينا نأجل يما الكلام ده ليوم تاني، عشان انا راجع من الشغل تعبان وعاوز اطلع اتغدى واريح. قالت له ماشي، بس خليك فاكر كلامي كويس وفكر فيه. من جوايا سمعت الكلام وارتحت ان اخيرا جوزي سمع الكلام منها وصدقني، ويصدق ان ما كنتش بكذب عليه، وان الفلوس ديت من ورث من حماتي ومش من جوز بنتها. وفي نفس الوقت قلبي بيغلي من الكلام اللي هي قالتهولي، واللي هو عاوزاه يتجوز عليه. بقى دي تكون اخرتها بعد ما رمطتي معاها وشقاية تحتها، عاوزة جوزي يطلقني انا وبناتي ويرمينا برا ويتجوز عليا؟ طب ازاي؟ بس موقف جوزي من ناحيتي هداني انه دافع عني وطلع فعلا باقي عليا وبيحبني. بس في نفس الوقت الزن على الودان امر من السحر، وفعلا جوزي طلع وعملت كأني ما سمعتش حاجة. وبدأ حماتي وبنتها يزن على جوزي كل يوم من الساعات، ويرجع جوزي سهران كل يوم لنص الليل لوحده، والكلام شغال في دماغه وعمال يفكر فيه. لحد ما في يوم قلت لا مش هينفع كده، انا لازم اتكلم معاه. ولسه رايحة اقعد معاه وبقوله في ايه يا مصطفى مالك؟ قال لي انا امي حكت لي على موضوع اخوها والورث بتاعها ده، وإن ساب البلد من وهو صغير ومحدش كان يعرفه، وكان اسمه على اسمه. لما انا اتولدت امي سمتني ايه؟ على اسم خالي ده. بس دلوقتي في مشكلة، امي حالفة يا تحرمني من الورث ده لو انا ما سمحتش كلامها. قلتله خير، وهي امك عاوزة ايه قصاد ان هي ما تحرمكش من الورث؟ قال له امي شرط عليا ان لازم تجوزنا عليك، وتكون جوازة هي اللي مختاراه، يا اما كده يا اما هتحرمني من الورث. فضلت اسمعه وانا مصدومة انه جاي يعرض عليا الكلام ده. وقال لي ساعتها هعيشك ملكة انت والبنات، واعمل لك كل اللي انت عاوزاه واللي انحرمنا منه كله. قلت له ايه دي اخرتها؟ عاوز تتجوز عليا؟ قال لي اعمل ايه؟ لازم أنا اعمل كده عشان اخد ورثي منها، يا اما كده هتدي الورث كل بنتها واختي وجوزها، وانت عارفة هي هتعمل كده وهتكتب لها كل حاجة. سكت ونمت. وتاني يوم خدت بعضي ورحت على بيت اهلي من غير كلام. جوزي سابني اروح وقال لي ريحي اعصابك يومين. ورحت وقعدت افكر. اخويا لما عرف قال لي يعني كل الموضوع ده بسبب الورث؟ هي حماتك دي ايه ما بتتعص؟ هي فاكرة انها هي هتعيش طول العمر؟ ده دور برد ممكن يجي يقضي عليها ويخلص عليها، مفروض تعمل لاخرتها. قلتله طب ومنين يجي دور البرد اللي ينقذ الجوازة دي؟ خدت الكلمتين من اخويا وداروا في دماغي وقعدت افكر فيهم طول الليل. وتاني يوم خدت بعضي ورحت على شقتي تاني. واول لما رجعت قلت لجوزي
بقولك ايه، انا عاوزه اقولك كلمتين ودول اخر كلمتين عندي. قال لي خير اهدي بس. قلت له بص، انا مش موافقه على الجوازه بتاعت امك دي، واللي هي عاوزه تعمله ولا عاوزين حاجه من فلوسها ولا عاوزه حاجه منها، واحنا راضيين بعيشتنا والحمد لله. لكن الجوازه اللي هتخرب بيتنا دي انا مش عاوزاها خلاص، ولا عاوزه منها فلوس، والله يسهل لها بفلوسها وبالورث اللي هي خدته. طبعا جوزي زعل، بقى واقف محتار في الموقف، يرضى بالجوازة اللي امه ادتها له ويتنغنغ في الفلوس ويبقى غني ويعمل مشاريع ويبقى معاه ملايين، ولا بيرضى بحاله ويفضل معايا انا وولادي ويفضل فقير زي ما هو. وبعدين سيبت جوزي ونزلت لحماتي، وكنت محضرة لها كلمتين هدهم لها على طول. في اول ما اشوفها، اول ما نزلت فتحت الباب لقيتها قاعدة زي العقربة قدام التلفزيون بتتفرج. قلت لها اسمعي يا حماتي، كلامك اللي انت عمالة توزيه في ودن جوزي ده مش هيحصل ولا عمره هيحصل. وان كان على فلوسك والورث اللي معاكي، احنا يا حبيبتي مش عاوزينه، اشبعي بيه، انما اللي انت عاوزاه ده مش هيحصل. وطول ما انا عايشة في البيت ده مش هخليكي تخربي عليا. ويكون في علمك بعد كده جوزي مش هيديكي ولا مليم واحد من فلوسه، وابقى اصرفي بقى انت وتنغنغي من الورث بتاعك. وفجأة لقيتها وقعت على الارض. دخل جوزي قال لي ايه ده، امي مالها، عملت في امي ايه، انطقي رد عليا، امي مالها ما بتتكلمش ليه. وفضلنا نفوق فيها ما صحتش. طلبنا الاسعاف والاسعاف خدتها، وهناك اتفاجئنا ان هي حماتي توفت نتيجة حالة تسمم. اول حاجة جوزها عملها اتهمنا ان انا سميت امه طبعا، لان انا اللي كنت بتخانق معاها تحت. وفعلا هناك الحكومة جت واتحبست 4 ايام على ذمة التحقيق، وكان اخويا هو المحامي بتاعي، وفضل ورا الادلة والتقارير لحد ما اثبت براءتي، والحمد لله طلعني براءة. وساعتها اكتشفنا ان اللي سماها ودبر لها الخطة دي بنتها هي وجوزها، بعد ما جوزها فضل يزن عليها علشان تموت امها عشان هو ياخد الفلوس كلها ويكبر مشاريعه اللي هي عملها برضو بفلوس حماتي. وفعلا بنتها فضلت مع جوزها ودبروا الخطة، وحطت السم لمامتها في العصير اللي هي حماتي وشربته ومشيت. وكان من حظي الاسود ان انا نزلت بعدها وقلت الحمد لله من اعمالهم سلط عليهم. في الاخر بنتها اللي سمتها هي وجوزها علشان تاخد الفلوس كلها من امها، وده نتيجة بخل حماتي عليا انا وجوزي. وخدت بعض انا واخويا وقال الحمد لله على سلامتك ويلا نرجع بيتك. وخدت بعضي ورحت على بيتي عشان اطمن على ولادي واشوف جوزي ويثبت له ان انا كنت بريئة. وهناك رحت رجعت لقيت جوزي مستنيني هو وبناتي، وقال انا اسف حقك عليا، انا اتهمتك زور، بس انا ما كنتش مصدق ان اختي وجوزها هما اللي يعملوا كده علشان خاطر ياخدوا الفلوس كلها من امي، واختي تحرمني من ورثي في امي. ادي نتيجة اعمالها هي وجوزها. الحكومة خدتهم واتحبسوا، ويا عالم هتطلع بقيت امتى من القضية، ويا عالم الفلوس اللي صرفوها والمشاريع اللي عملوها مين اللي هيصرفها في الاخر. ورجعت بيتي وجوزي قال لي سامحيني، وسامحيني ان انا فكرت ان انا اتجوز عليكي وامشي ورا كلام امي، لكن في الاخر كل واحد خد جزاؤه. لا الفلوس بتنفع حد ولا حد بياخد الورث معاه قبره، وكل واحد ياريت يعمل اخرته. وعشت انا وجوزي وبناتي والحمد لله على قد الحال. وفي الاخر الورث اتحول لجوزي كله، وايه وحمد ربنا انه ما سمحش كلام امه واخته واتجوز عليا. ياريت لو عجبتكم القصة تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وقولوا له ايه رأيكم في كومنت. ويلا كملوا بقية الفيديو معايا، الروتين بتاع اليومي اللي انا عملته. باي باي.